بحس دايماً لما بتكلم محدش بيفهمني، وإني لو عبرت عن رأيي محدش هيهتم بيه. يا ترى فين المشكلة؟ يلا نبدأ أول حلقة من بودكاست ولاد امبارح، واللي هنتكلم فيها عن التواصل بين الطفل وأهله وأثره على الطفل طول حياته. تعالوا نسمع حكايات ضيوفنا. عارفة لما تحسي إن جواكي زحمة كلام، خناقات، دموع محبوسة، بس أول ما بتيجي تتكلمي الكلام كله يهرب. المشكلة إني ما عنديش كلام أقوله، المشكلة إني مهما اتكلمت مفيش كلام هيوصف حجم التعب اللي في قلبي. إيه الأفكار اللي بتدور في دماغك وقتها؟ دايما بيجي سؤال في بالي، لو أنا حكيت مين هيسمعني؟ ولو حد سمعني هيترد عليا الرد المعتاد، معلش، استحملي، خليكي قوية، كل الناس تعبانة. فبالتالي أنا بختار السكوت، مش ضعف مني أو معنى كده إن أنا كويسة. ده بيخلي الضغط اللي جوايا بيزيد والمشاكل بتزيد، وما بقدرش أخد أي قرار في حياتي. طيب تفتكري المشكلة دي سببها إيه؟ مشكلتي مش من دلوقتي، مشكلتي من وأنا صغير. كنت دايما لما أجي أسأل سؤال أو أجي أقول رأيي كانت دايما يترد عليا، اسكتي، انت إيش فهمك، انت لسه صغير، وأي غلطة بغلطها عقابها بيكون مبالغ فيه وحتى ما بتسمعش. كنتي بتحسي بإيه وقتها؟ كنت بحس إن أنا عبء عليهم، محدش شايفني ومش مهتم إن هو ممكن يسمعني. كبرت وعندي يقين إن أهلي اللي هم أقرب حد ليا ما سمعونيش، الغريب هيسمعني؟ طيب وقررتي تعملي إيه؟ أنا قررت السكوت، مش ضعف مني، ده رد فعل مني من سنين كتير من التهميش. أنا قررت إن أنا أبني بيني وبينهم سور عالي، وكأني ببني جدار عالي بيني وبين الناس أحمي بيه نفسي من ردود أفعالهم. طيب حاسة إنك محتاجة إيه دلوقتي؟ وإيه اللي ممكن يريحك؟ صدق دي أول مرة حد يسألني السؤال ده أو يهتم بإيه اللي ممكن يريحني. أنا محتاجة حد يطبطب على الطفلة اللي جوايا ويقول لها اتكلمي، أنا سامعك، مقدر وجعك، ومن حقك تتكلمي. لما خطوبتي اتفسخت الوجع بالنسبة لي ما كانش بس في الشخص اللي انتهت علاقتي بيه، لكن الوجع الأكبر إني ما قدرتش أعبر عن اللي جوايا. ليه ما قدرتيش تعبري عن اللي جواكي؟ من خوف ماما عليا وأهلي عليا ساعتها. لو شافتني مثلا بعيط تقولي ما تعيطيش، انتي ليه بتعيطي؟ الموضوع ما يستاهلش زعل وما يستاهلش كل ده. كانت فاكرة ان هي كده بتقويني وبتخفف عني، بس اللي حصل اني بطلت اعيط قدامها وقدام اهلي كلهم، وبطلت اتكلم وكتمت الحزن جوه قلبي عشان ابقى متماسكة قدامهم وابقى قوية قدامهم، وبقيت بهرب من مشاعري بطرق كتيرة. عدت ايام والوجع برضو لسه جوايا ولسه برضو ما راحش، ده بالعكس ده كبر جوايا، طلع في صورة تعب وعصبية وتوتر وأرق وخوف، ووصل لدرجة البانيك أتاك. طيب وعملتي إيه ساعتها؟ بعد فترة طبعا رحت للدكتور، وكنت فاكرة وقتها إن اللي عندي دي مشكلة عضوية، لكن في الحقيقة إن هي طلعت أعراض نفسية نتيجة اضطراب ما بعد الصدمة. وفوجئت طبعا واتصدمت من الكلام اللي الدكتور قالهولي إن هو سببه نفسي مش عضوي. طيب إيه أكتر حاجة كنتي محتاجاها في الوقت ده؟ في الوقت ده أنا ما كنتش محتاجة أي نصايح، أنا كنت بس محتاجة حد يقولي عيطي عيطي، انتي موجوعة ومن حقك تزعلي. بنت بتحكيلي وبتقول وأنا صغيرة ما كنتش بحس إني محبوبة، ومش فاكرة إن ماما وبابا حضنوني، ولا حد منهم مرة قال لي أنا فخور بيكي، أنا بحبك، انتي جميلة. كبرت في بيت الكلام فيه قليل والانتقاد فيه كتير، والحب مش بيتقال ولا يتحس، لحد ما دخلت سن المراهقة، وأول حد قال لي كلمة حلوة حرك قلبي. ما كانش مميز ولا بيحبني، لكن عشان أنا ما شبعتش حب، أي حد كان بيديني شوية اهتمام كنت بتعلق بيه بسرعة من غير ما أفكر، وبقيت شخص بيقبل القليل وبقنع نفسي بيه إنه كتير، وبقيت بحس دايماً بالجوع العاطفي. وقعت في علاقات كتيرة مع ناس ما كانتش مناسبة ليا، لأني بدور دايماً على الحب حتى لو على حساب نفسي، والمشكلة دي كبرت معايا وبقى عندي احتياج مفرط للحب والاهتمام. القصص دي مش حكايات عابرة، دي أصوات أطفال
كبروا ولسه عندهم احتياج، أصوات ما تسمعلهاش كويس ولا قدرت تعبر عن مشاعرها، طفل ما وصلتلوش رسالة في وقت مهم: انت محبوب، انت مقبول، رأيك مهم. قبل ما نحاسب ولادنا على اختياراتهم وأخطائهم ونقول عليهم ما بيسمعوش الكلام، خلينا نسأل نفسنا الأول: هل إحنا بنسمعهم؟ بنقبل مشاعرهم؟ هل ديننا بدأ بالأوامر والنواهي ولا بدأ بالرحمة والعفو والتقبل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيسمع قبل ما يوجه، ويحتوي قبل ما يقوم، ويقرب القلوب قبل ما يصحح السلوك. وديننا بيعلمنا إن الرفق مش ضعف، ده أقصر طريق للتغيير. تعالوا نحط نفسنا مكان ولادنا. إحنا لما نغلط بنكون محتاجين إيه؟ لما نقع بنكون نفسنا في إيه؟ حد يلومنا ويوبخنا ويحكم علينا، ولا حد يسمعنا يفهم وجعنا ويعلمنا من أخطائنا من غير ما يكسرنا؟ ولادنا محتاجين نقبلهم زي ما هم، ويحسوا مننا إن قيمتهم مش مرتبطة بتصرفاتهم، وإن حقهم يزعلوا، يغضبوا، يفرحوا. محتاجين مساحة حب واهتمام وكلام إيجابي يتقال أكتر من الانتقاد. لما نركز على الإيجابيات ونبني عليها بتزرع جواهم ثقة وأمان يخليهم أقوى قدام الغلط ويدعم شخصيتهم. دي حماية نفسية بتمنع سنين من الوجع وعلاقات مؤذية واختيارات غلط في المستقبل. الطفل اللي ما يلاقيش حضن في وقته، ودن تسمعه، بيكبر وهو جعان حب، جعان أمان واهتمام. احنا ولاد امبارح ولسه فينا ناس جواها طفل محتاج أمان. وسؤالي لكل أم وأب: يا ترى إمتى آخر مرة فاكر إنك حضنت ابنك أو بنتك أو سمعته باهتمام؟